كل العرب يتجابروا. والله ما به. انت ومرتك بتسمع؟ لا وين انت هذا الحين تاخرت؟ خير مالك بترباني ايش فيك؟ وقت غدا ايش نصير نتغدى؟ بعرس لاحق بس هو بتقتل ايام مش نريع. واو لا عاد نشوفه ما رايك؟ انا قسما بالله العظيم ما يدي مني ابرم. انا اصلا ما جيت حق مجبر اصلا، ما حد يجي جابرك ما بتفهمش. اسمع خاطر تعال اسمعني يا اخوي، معي حاجه اشتي اسويها. ايش؟ واشتك تساعدني. ابشر. عرفت جارنا صالح؟ ايوه نشتي نفتن بينه وبين مرته، او ان احنا نقول له يا اخي مرتك امت ما نخليه يطلقها وارجع اشيلها لي انا. الصدق ما رايك؟ ايش نقول له؟ ان مرته تمشي حالها وانها كذا وكذا. والله معك مجبر ثاني. علي ما عليك هذا الخبر، خليه يسمع كل واحد، اخليه يطلق، اطلق لك مجابر تبشر بعزه. رجال تعجبني هكذا، اهم شيء خلوق مجابر من العدم. اشتي يطلقها يشك فيها ينثرها، اهم شيء انه ايش؟ يطلق. تفهم؟ لكن دحين ما اختلفناش، خلينا نصير نصطبح ونبصر عملنا الباقي وما يقع الله كل خير. كيف؟ اوه مد الساعة جا هذا ما تاخر، انت اخر على العرس بعدين عندي قلت اكل والله ما وقد تغدى وما في فايده. تسلم الباين. يلا السابر اقضب. خير مالك بترباني ايش فيك؟ اول مرة تبصر ادمي قبالك ولا اول مرة تبصرني في الحارة ولا كيف؟ ماشي حاضر. يلا والله ما به حاجة فيني وسخاء ولا حاجة ما بسمع. يلا والله ما به. وين امشي هذا عندي. وين انت هذا الحين تاخرت؟ خلاص هي تحركنا الحين ما عبش معانا وقت شرق. وانت الذي اخرتنا، انا داير انه شرق. يلا يا خطينا هكذا هي عاد. يو المجبر لو تدري مرة صالح ايش فعله يا اخي، بش مجابر عليها الا من هان الله هانه مجابر يا بابا. مالك هكذا مهري ماله؟ شكلك بتصبح مجابر وتجي عندي قد وقت غدا ايش نصير نتغدى؟ بعرس ما دخلك من الناس بتلقط مجابر الحاره كلها والحاره اللي جنبها وتجي جابر كل واحد. مالك ما تروح لك من هذا المرة يا اخي؟ عيب استحي. يجابرون كلهم. انا ما يتجابرك من النهارده يتجابر كل العرب يتجابروا، نسوان ورجال كلهم بيتجابروا. وهذا يجابر هذا، اقول لك جابرك خلنا نداري بس. ما هو هذا المجبر اللي خلاك هكذا زقع وفارح؟ ما هو قول لي ما هو. قال لك مرة صالح مشي محترمة يا اخي. ما قال لك اسمع الزلمة عنوان اسمع، قال لك ما بتخليه جاي يا اخي. زاير راجع من سوق لازق وصالح سكفة ما في حاجة. انا ما اتردد مع هذا الزوج يا اخي، كلهم بيجابروا عليه. لابس ارس ياها لابس سوق ياها يا اخي، ولا ما بتخليه وصالح سكته. ساير راجع يدلو من تخزينه انا تخزينه من ارس لا ارس، ولا حتى ما بيخليش بوقعه. الاثنين لف ولا حاله الاثنين. ادم بتقول صالح والكل من عرس لا عرس بيخزن يا اخي. هذا عادة والتقاليد عند الناس. مالك هو ذا انت تصير عند الاعراس المشكله ما تخلي ولا اغنيه ولا برعه الا وترقص اكبر شيء وتري. بعدين صدق المثل ما يجمع الا قد وزن. انت مثل مرتك ما بتخلي ولا بيت، وانت ما تخلي ولا واحد جابر عن الناس. ما دخل كل الناس، اي ما يصلحش جابر عن الناس. انت تتكلم وغيرك يتكلم. بس اسمعني انا بتلك كلمه، عيب لا ما تتكلم يعني على مره محترمه شريفه وتخربوا سمعتها، تخلوا الناس كلهم يتكلموا عليها ويردوا سمعتها في القاع. عيب ما يصلحش يا اخي. انا قلتها جابره ما بيجابروا الناس على الحاره. انا اصلا ما جيت حق مجبر اصلا، ما حد يجي جابرك ما بتفهمش. اسمع، اول شيء ملاحظه قبل كل شيء، مرتك ما بتخرج ما بتخلي ولا عرس، هذا اول شيء. ثاني شيء انت شكلك ما ينفعش معك الحلا، ما ينفع معك الا العين الحمراء. قسم بالله لو ما تقع رجع ان احنا نجتمع اهل الحاره كل احنا ونرصعك ونقلعك من الحاره انت ومرتك. بتسمع؟ قلا اسمع، اليوم بيجار في جاري الخطوه يتجابروا فيني. ما لها مرة صالح قسما ما صدقوا، ما بيش مثلها محترمه شريفه شو بسمعه الناس. اخ بعض الناس بس سنة بسر هذا القدر
وقت قطع الظهر العرس عيكمل. يا عبد الله لحظة كيف حالك؟ مالك أمس وقت الزفة وقت مصيح لك وأنت في بيت العرس منأشر لك وأنت ولا مكيف مدعمم، مالك هكذا؟ أو قدك بتكبر؟ يا أخي والله ما سمعتك ولا حاجة، قد كاني أمس مصوم من التخزين هذيك الله لا روك، الحين قول لي ما تشمني. يا أخي ما بلاش أكلمك من هذاك اللي في الحارة مشاري اللي ما يخلي ولا بيت وما يتكلم عليه. أمس لا تشوف على من كلمني. أيوة مشاري أعرفك كيف ما أعرفش، ما قد بمع من نثرة جديدة اليوم، أمس بيجابرني بقصة صالح واليوم ما قد بها من نثرة جديدة. عليك نور. أيوة أنا الشي أكلمك من صالح. أمس بيتجابر من صالح يا أخي وبدي فيه كلام مش حالي، ما ينفعش نشي نفعل له حل، نقول عامل الحارة يا ضربنا يا نفعل له أي شيء. ما رأيك؟ يعني مش حال يا أخي، هذا الطبع حقه يفعل لك مشاكل واصل. والله نحن ضروري نحن نطرده من الحارة، ما كذا ما بشخرة يا أخي. أيوة أنا الشي أكلمك من هذا، بس نشي وقفه من أهل الحارة لأنه بيتها ملك أنا في الحارة وبيتها ما بيقتلعش إلا بالمهطع، ونشي نجتمع احنا واصحاب الحارة ونتفرق حقه ونقول عمنا أنا ولا عاد نشوفه. ما رأيك؟ يا أخي لا نقلع بيته ولا نطرده من الحارة ولا شيء، أمانة لأن نحن ندعلم مخباطي ما قد عرفت طول عمره، نجلس نرقد في البيت سنة أقل شيء، إذا طابز مرة ثانية على الناس ويفتن نقلع أبوه البيت ونقلعه معه. خلاص وهي وهذا خبر يقع الله رزق ودز، وإن ما نفعش قال عن أبوه خاطر. أيا ما بتفعل هذا؟ ما بتبصرني ما بفعل قلدك الله، جالس هناك ذا فرق. عين تصير ذا الحين؟ والله ما بلا كنت صاير حزين بعد بصرتك كان أمسالك قلت جاي أسلم عليك وارح لي. والله ما بالله أشتك في موضوع ضروري، أشتي أكلمك قد لي بندوره كمان من أمس لليوم ما بصرتك، تيجي كذا اجلس وأنا جابرك. خير ما هو الموضوع هذا؟ يا أخي الموضوع قضية شرف، واحد جالس بيتكلم على مرتك الله لا روك كيف يقول، واصل يتملقف من عند هذا لا عند هذا لا عند هذا، ما عاد خلاش واحد في الحارة الا وقد قال له بهذا الخبر. ما هذا الخبر ذا عليه بتقول لي أنت منو هذا؟ مشاري اللي انت تعرفه الذي بيجلس يطابز في الحارة واصل ما يخطش عليها اليوم الا وقد طابز على اي واحد. ما بتقول أنت حالات لا تجنني ذا عنان شكلك تشيد تطلع لي لوزي ولا ما هو؟ يا أخي أنا علي قلت لك هذا الخبر وبس، بيجلس يجابر ويطابز في الحارة يقول مرتك غير حق اسواق وحق عرس وحق مدري ايش ومدري ما بيقول من كلام، بيقول كلام الله لا روك كيف. بس انا علي وصلت الخبر لا عندك تقدر توقفه عند حده ويسكت سكته، لانه قد تكلمت انا واصحاب الحارة بهذا الموضوع وقد قلنا ضروري ان احنا نوقفه في حده، بس قلت اول شيء جاي اكلمك بهذا الخبر لانك ضروري تسمع انت الاول. قلنا قسما بالله العظيم ما يتي مني يا برام، أين وانا أتروي، خليني إذا احنا سير دورة أسير البندق وأسير لاحق الداحين لا كل شارع. لاحق بس هو بتقتل ايام نريع. واو